يومك قشطه يا حته قشطه. ان شاء الله الايام اللي جايه دي هتلاقونا معاكم كتير، لان خلاص خدنا الاجازه، فهنقضيها معاكم بقى ان شاء الله ستوريهات واول باول زي ما انتوا بتحبوا كده، اليوم من اوله. وهنشارككم احداث كتير لان احنا عايزين نخرج بقى وننطلق، خلاص خدنا الاجازه، عايزين بقى نستمتع على قد ما نقدر. فهشارككم ان شاء الله على السناب على طول اول باول. من كل سنه وانت طيبه، خلاص زمن الدايت راح. انا الايام اللي انا بخرج فيها وبالذات لما بخرج مع حمدي بضيع كل حاجه بتروح. نزلت اسطنبول الايام اللي فاتت دول، اكلت كل اللي في نفسي، ولا دايت بقى ولا ما بقعد في البيت وما بخرجش. صراحه بظبط نفسي، يعني بظبط الدنيا وبعمل اكل صحي. مفيش بس غير لما عيالي كده بيزنوا عليا بروح اعمل كنتاكي، بعمل الحاجات اللي هي مضره دي اللي هي بالزيت. بس انا على قد ما اقدر لما بكون قاعده في البيت بحاول اقلل من الدهون، اعمل اكل مشويات. فانا بقالي فتره في الصراحه بلخبط، ووزني رجع يزيد تاني، لان هو المفروض نظام حياه، يعني المفروض ان هو نظام حياه افضل ماشي عليه، مش هقعد اعمل دايت وارجع الخبط. لا، المفروض العكس، لو لخبطت ارجع للدايت تاني. فانا هظبط نفسي ان شاء الله، بس مش هقعد اوهم نفسي ان انا عايشه في جو الدايت وكده، لا، عشان ارجع اظبط تاني وما اضيعش تعبي، لان انا كنت واصله لمرحله حلوه بس رجعت اضيع.